بُص بصراحة أنا الكلام بتاع الراجل ده حلو أوي وتقيل، بس عايز أقول لك على حاجة، أنا مش فاهم حاجة، بس هو حلو، يعني هو بيتكلم عن حاجة اسمها GRC UCLA، هو حرفيًا مش فاهم حاجة، بس أنا ليه هاتعب نفسي؟ أنا ممكن أروح أعمل كده مثلًا، أقول له download from TikTok ماشي، وصراحة هانزّل الفيديو وهاقول لك تفهم الفيديو. لو أنت أي فيديو أنت مش فاهمه حرفيًا أنت ممكن تعمل إيه. طبعًا أنا هاعمل download للفيديو، وأهو يعني هو كده بينزل، بس أنا هابدأ إن أنا أروح أقول له extract text from video، وهاخش على أول لينك اللي هو evernote ده، وهاقول له choose file، وهاقول له ماشي restart عشان كنت باترجم حاجة قبل كده. أنا باطلّع دلوقتي الكلام من الفيديو، طبعًا هنا media picker، يالّا أهو الراجل أهو الجميل بتاعنا، وهابدأ أقول له start بقى ماشي. بكل سهولة بدأ يطلّع لي الtext. هابدأ إن أنا آخُد copy، وهابتدي إن أنا أروح على upload، وهابتدي أروح أعمل شات جديد، وهابتدي امسح كل الكلام ده، وهابتدي أدّي له الكلام وأقول له فهّمني واعمل لي presentation، وبادّي الكلام لكلود بكل سهولة. هيبدأ إن هو يفهم إيه الكلام ده، وهيبدأ إن هو يعمل لي presentation لذيذة وبشكل منسّق ومنمّق، وفي نفس الوقت هيدّيني النتيجة النهائية. زي ما أنتم شايفين كده، هو بدأ إن هو يقول لي إن المتحدث مثلًا بيكسب كذا، وإن ده gross sale، وفي نُقط مهمة بيتكلم عليها، إيه الخدمة اللي بيقدّمها للclient مثلًا، وإيه الcommunication channel بيتواصل مع العميل إزاي، إيه السياسات اللي المفروض يتّبعها عشان يرُد على العميل، وإيه الإجراء. يعني هو بيحُط لنفسه زي policies أو زي سياسات عشان خاطر يفهم إزاي إمتى يتعامل مع العميل مثلًا WhatsApp، وإمتى يتعامل على العميل في الإيميل. بس أهم حاجة بالنسبة لي هو حتّة إن هو اتكلم على حاجة اسمها onboarding وoperation process. هو عنده جوّه الشركة إيه الخطوات اللي هو المفروض يعملها، والعمليات اليومية اللي يعملها جوّه الteam. الmaintenance اللي هو الصيانة الدورية، إمتى بتراجع الشغل، وإمتى بتعمل تحديثات. طبعًا أنا لو عايز أفهم أكتر من كده هابدأ إن أنا ألقي أسئلة على كل جزئية، تمام. الdown time برضه ما كنتش فاهمها، إمتى متوقع يحصل توقف للتحديثات وبتبلغ العميل مسبقًا. طبعًا النقط المهمة هو بيتكلم إن دي أهداف هو عايز يوصل لها عشان يعني يوصّل إن في عُملا بتجيب عُملا وهكذا. الفكرة الجوهرية بيقول لك إن الSLA بيفرق ما بين شركة بتشتغل بعشوائية وشركة بتحقق أرقام، تمام. عشان توصل لمرحلة إن الclient بتاعك بيعمل $1,000,000، فلازم يكون عندك اتفاقية جوّه الشركة عشان خاطر تعرف توصّلها للنجاح ده. فهو كل الفكرة كلّها هو بيحط سياسات لكل حاجة، سواء التعامل مع الحاجات اللي برّه الشركة، والتعامل الحاجات اللي جوّه الشركة. اللي برّه الشركة ده زي العملا، اللي جوّه الشركة ده زي الموظفين. فالطريقة دي حلوة جدًا، ممكن طبعًا أخلّيه يعمل لي presentation بطريقة لذيذة، وكده تكون أنت فهمت أي حاجة أنت مش عارف تفهمها زي أنا كده.